دكتور حمزة زوبة. النهارده استمرارا للمهازل، خد بقى عندك يا استاذ علاء. مصدر من الداخليه قال ان تشكيل العصابه الذي تم ضبطه في السبت امبارح في منطقه النزهه منتحلين صفه ضباط برئاسه الجمهوريه، ان ليه علاقه مع التشكيل العصابي اللي تم تصفيته منذ ايام بمنطقه التجمع الاول بمنتجع النخيل. وقد ظهر ذلك خلال التحقيقات الاوليه التي اجريت معهم عقب ضبطهم بحوزتهم اسلحه ناريه وعملات اجنبيه ومتعلقات خاصه باشخاص اجانب، موضحا ان ذلك التشكيل متورط في السرقه والنصب على الاجانب منتحلا صفه ضباط برئاسه الجمهوريه. ده بيلعبوا اللعبه، بيلفوا لها من بعيد من الدائري. دول ضباط؟ بينتحل صفه ضباط في رئاسه الجمهوريه. بذمتك يا شيخ، انت من البلد دي وانا من البلد، سيبك منه من استاذ علاء طبعا لان احنا ناس مغرضين. انت بصفتك مواطن عايز الخير للبلد ومستعد تصدق كل حاجه. دول ضباط في زباله الجمهوريه، مع كل الاحترام والتقدير حقيقه لاي حاجه. عمرك شفت حد ليه علاقه برئاسه الجمهوريه بهذه بهذه الكيفيه؟ يعني رئاسه الجمهوريه ده حضرتك ما يجوش دراع في ضبط رئاسه الجمهوريه. الامن المركزي، ضباط الامن المركزي مستواهم حقيقه تطور كثيرا عن ده، لكن ماشي مصر بتحاول تلف على فهمنا المتواضع، يعني ان ممكن يكون اللي عمل الجريمه ناس انتحلوا صوره جهه سياديه. اللفه يا جماعه مضحكه يا جماعه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم الفيلم المصري اللي بيحقق اعلى الايرادات في السينما بتاعنا محدش بيشوفه بره. التريكات بتاعته انتهت. الماستر سين بتاعته بتكون اتعملت من 15 20 سنه، ما بتكلمش على الحاجات الشاذه. هذا الامن وهذا من يفكر للامن الان حقيقه كمان محتاج فعلا. الموضوع مؤلم حتى في الاجرام، يعني حتى في الاجرام انت فاشل. يعني قصه في عجز رهيب. واضح ان في ناس قاعده على ترابيزه يا استاذ علاء، سواء 4 5 6 قاعدين يفكروا. واضح ان عمليه العصف الذهني ما بتجيبش الا بلاوي، يعني ما فيش عصف ذهني بيصل لاي قصه مبلوعه مقبوله. ايه السبب؟ انخفاض في قدرات العقليه؟ بتكلم بجد، ولا ما فيش حد راضي يبقى كوبش في ده؟ يعني كل ما يقولوا لحد طب انت اعترف بدي واحنا نعمل، يقول له لا لا نعيش عيشه فل موت هنكون. ايه اللي بيحصل بجد؟ انا عايز اشوف مشهد تخيلي لترابيزه اللي بتطلع مثل هذه الافكار. لا، وبالتاكيد العقليه الامنيه عقليه مشوهه. يعني الذي يتعامل بهذا الشكل في جرائمه، في حالات التعذيب والقتل والاخفاء القسري، ثم يصدر مثل تلك البيانات الامر مضحك جدا والله. يعني ويصدر مثل هذه التصريحات الرسميه من النيابه العامه ومن وزاره الداخليه ومن الجهات المعنيه السياديه في مصر لمثل هذه الجرائم بهذه الصوره، فنحن امام عقليه امنيه مشوهه تخطت حتى عقليه جمال عبد الناصر. يعني هم ظنوا ان وسائل الاعلام الحديثه دلوقتي مش هتنقل الصوره الحقيقيه. ظنوا ان التعامل الاجنبي او الغربي سيكون مثل التعامل المصري. ظنوا ان هم لما يصدروا اي بيان هيطلع عرابي التاريخ والابواق الاعلاميه ليصدروا للمجتمع ان ده اللي حصل وان ده اللي جرى وان ده اللي تم. يعني امر مضحك. لا، هم ظنوا تقريبا ان المصالح ستتغلب على كل ده، على كميه التنازلات التي قدمتها مصر حقيقه لكل هذه الحكومات سواء كانت ايطاليه او فرنسيه او غيرها، ان ده كله هيخلي اي حاجه تعدي لان احنا اللي قدمناه كتير. بالظبط. يعني هو متخيل، لا هو متخيل يعني ان عبد الفتاح السيسي بهذا الاسلوب الذي يتعامل به مع المصريين والابواق الاعلاميه التي تزين كلامه يعني الغرب هيصدق الكلام ده، يقول الله طبيب الفلاسفه بتاعنا جه، والحكيم اللي المخابرات العامه بتاخد منه اقواله وحكمه وبيستشيروه جميع الرؤساء ورؤساء المخابرات العامه، يعني هيخيل عليهم مثل هذه الامور المضحكه. والله الواحد يعني مكسوف جدا. هيجي يوم الناس دي تتحاسب بجد قانونيا، يعني قانونيا توصيفهم هيتحطوا تحت بند ايه؟ يعني مساله الاختفاء القسري لما بقول لحضرتك دي جريمه نظام في حد ذاتها. لان جريمه النظام ايه؟ انت الجوهر بتاع الاختفاء القسري ان انت بتحرمني من حمايه القانون ليا، سواء انت كدوله خطفتني او انت كدوله ما جبتش انا موجود فين. جميع ما يسمى بجرائم نظام هي جرائم ضد الانسانيه. جميع الجرائم ضد الانسانيه لا تسقط بالتقادم. حتى ان الخطاب الرسمي يحاول دائما ان يصدر معلومه خطيره كده في النص. دايما يقول ان في اخطاء،
وفي انتهاكات بتحصل، بس انتهاكات ايه؟ فرديه. يحاول يحط دي دايما في النص، لانه يعلم ان لو ثبت، وخلاص دلوقتي احنا في الطور الاخير من الكلام دوت، انها جريمه نظام، وان الجرائم التي تتم جرائم النظام اصبحت جرائم ضد الانسانيه، اصبحت لا تسقط بالتقادم. جميع من يحاكم ويحاسب، سفاح يوغوسلافيا من اسبوع بالظبط او 10 ايام حكم عليه ب 40 عام. اللي فضل هربان 12 سنه او 13 سنه وحكم حوالي 8 او 9 سنين، اتحكم عليه ب 40 سنه. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، سيحاسب ويحاكم كل شخص من اكبر راس اصدرت اوامر الى اصغر راس نفذت هذه الجرائم وهذه الانتهاكات. دايما كنا بنسأل حضراتكم وبنتساءل معاكم بصوت عالي: أليس فيكم رجل رشيد؟ أعتقد أن السؤال اللي بيفرض نفسه في مثل هذه الحوادث: أليس فيكم رجل مدقدق يعرف يألف قصة؟ أشوفكم بعد فاصل قصير. لسه متواصلين والترحيب موصول بالاستاذ علاء عبد المنصف، الامين العام لمؤسسه عداله لحقوق الانسان. الطرف اللي في الخبر ما وقفتش لحد كده يا استاذ علاء. مصدر قال، بكلمكم على الخبر اللي قلت لكم اخر حاجه قبل الفاصل: قبض على تشكيل عصابي جديد ممكن يكون له علاقه بتهمه قتل الرجيم. واشار المصدر ان قطاع الامن الوطني يحقق مع اللي اتقبض عليهم، اللي هم منتحلين صفه ضباط رئاسه الجمهوريه اللي جبنا لكم صورهم ما شاء الله، الولاد المفتونين العضلات دول، في مدى علاقتهم بمتعلقات الشاب الايطالي جوليو ريجيني. والتي عثر عليها بمنزل احد المتهمين بتشكيل العصابه اللي فات، الذي تم تصفيته خلال تبادل اطلاق النار بالتجمع الاول. عارف قضيه النائب العام يا استاذ معتز؟ كل 3 ايام في 10 جداد من حته ثانيه ما لهمش دعوه، هم اللي قتلوا النائب العام. ده نفس القصه. قوات الامن ضبطت سمير محمد عاطل، كان متهم في 12 قضيه اخرى. ضابط برضه؟ ده بينتهي ضابط اول ضابط برئاسه الجمهوريه. ورزق السيد عامل وربيع عشري عامل اثناء استقلالهم سياره رقم كذا ميتسوبيشي لانسر سوداء اللون، وعثر بداخلها على 9 كرنيهات منسوب صدورها وزاره الداخليه برئاسه الجمهوريه، رئاسه الجمهوريه باسم الاول ورتبه عقيد، و8 كرنيهات منسوب صدورها رئاسه الجمهوريه برتبه عقيد اركان حرب. ده عقيد اركان حرب؟ عقيد اركان حرب. شفت حضرتك الحرب؟ شفت الاركان؟ شفت اركان؟ ما شاء الله. اكيد الاخر واحد، اكيد اكبرهم سنا يعني هو اركان حرب. وطبنجه وما اعرفش ايه وبتاع اسماء فين؟ اسماء الناس اللي هم الكرنيهات اللي هو دي ايه، واسماء الكرنيهات الاجنبيه فين؟ العميد محمد 4 علب كروت شخصيه باسم العميد محمد الدالي بشرطه رئاسه الجمهوريه. عميد محمد الدالي. يعني احنا معانا دلوقتي اركان حرب ومعانا لواء. العميد ده اللي اقصى اليمين اكيد، ابو قميص. لا ده اركان حرب. انما مين يبقى عميد؟ ده اكبر واحد فيهم. ما ده ممكن يبقى العميد. اركان حرب يبقى في النص بقى. اعلى شويه في النص. ممكن. هم هيدوهم للايطاليين والايطاليين يفصصوهم براحتهم بقى. يعني هل دول اللي هيتسلموا ايطاليا؟ هل دول المجرمين اللي قتلوا ريجيني؟ هل دول؟ طب يعني خيالكم وقف يعني. مفيش حتى بيتقمص دور امين شرطه. يعني مثلا اي حاجه. يعني مين المساعدين اللي قتل ريجيني؟ عقيد وعميد ولواء، يعني بدون حرب. مساعدين اركان حرب. طبعا انت فاهم باقي المتعلقات اللي اتقبض عليهم: طبنجة صوت، كاتم صوت، 14 طلقه صوت، 27 طلقه موريس، 5 طلقات عيار 9 مللي، 14 هاتف محمول، كشف باسماء ضباط باداره البحث الجنائي مديريه امن اسكندريه بارقام هاتف محموله، 4 ورقات ماليه فائد $100، 10 ورقات فائد 200، 6 ورقات فائد 100، جامعها مقلده، 12 قرص مخدر، كميه من الحشيش الثابت. الناس دي كلها بتمشي حشيش، ما بتشربش حشيش، بتمشي في الحشيش، وزنته 10 جرام، سلاح ابيض، سكين، كل ده لقوه على عصابه. بس السؤال كان معاهم ارقام مديريه الامن باسكندريه بيعملوا بيها ايه؟ اصحابهم مثلا؟ يعني عامة من الواضح ان كل السيناريوهات يعني فاشله، ومفيش وقت، ايطاليا مستعجله، فلازم سيناريو محبوك، والوضع صعب جدا. وعلى ذكر الوضع الصعب جدا، حذر الكاتب الصحفي محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير جريده الاهرام من التدهور الخطير والحاد في العلاقات بين مصر وايطاليا بسبب مقتل جوليو ريجيني، منبها ان القضيه قد تصل لمرحله قطع العلاقات. وكتب علام في مقاله الذي تصدر الصفحة الأولى من الأهرام تحت عنوان الدولة ولحظة الحقيقة في قضية ريجيني:
منبها إلى خطورة عدم تقديم المتهمين بقتل الباحث الإيطالي للمحاكمة. وقال بعد أيام قليلة تعقد اجتماعات أمنية على مستوى رفيع بين مصر وإيطاليا، ومن المنتظر أن يصدر الجانب الإيطالي بيانا بعد تلك اللقاءات التي تستهدف استجلاء الحقيقة في ملف قتل أو مقتل جوليو ريجيني. يعني لن تصل إلى قطع العلاقات، هي تصل إلى المحكمة الجنائية الدولية. توقعك؟ ده توقعي. يعني الإجراءات التي تتم نحو هذا الأمر انت شايفها قانونيا كده؟ طبعا. ايه المؤشرات اللي عند حضرتك بتقول كده؟ ان السلك القضائي الايطالي تدخل في الموضوع. يعني لو كانت وقفت عند العلاقات ما بين وزاره الخارجيه المصريه سياسيا قصدك والايطاليه كنا ممكن نقول ان في حل سياسي او في وضع سياسي. اما ان السلك القضائي ممثل في النائب العام الايطالي يتدخل في الامر ويرسل محققين ويطلب استدعاء متهمين او يعني شبهه متهمين ويطلب استدعاء تسجيلات واوراق وشهود و يبقى احنا كده في خط إدانة واضح. إن حصل هذه الإدانة ولم يتم محاكمة ومحاسبة الأفراد اللي هيتم انتهاء إن دول المجرمين، سيتم تحويل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. أنا أستطيع أن ترسله مباشرة إيطاليا، أو إيطاليا ترسل لمجلس الأمن، ومجلس الأمن يتبنى تحقيقا وسيكون سريعا لأن الجانب الإيطالي سيكون قد أنهاه. مجلس الأمن له الحق أن يفتح تحقيقا دوليا خاصا، إن ثبت سيصدر محكمة خاصة لهذه الجريمة. نحن في خط من الخطين، يا مجلس الأمن هيشكل محكمة خاصة عن هذه الجريمة، أو إن إيطاليا هتذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية عن هذه الجريمة. طب هل الناس بعض التساؤلات اللي ممكن تأتي على أذهان البعض هي في مصر، هل من حق إيطاليا أن تحتجز اي حد من الوفد الضباط اللي هيروحوا هناك؟ هل ممكن ده يحصل؟ هل ممكن نصحى على ده او على خبر صدر من وكالة الانباء الرسمية الايطالية؟ هناك مبدأ قانوني دولي اسمه مبدأ القانون الدولي الشامل، الولاية القضائية الشاملة. يحق للدولة، وهنا الحالة متحققة، ان كان احد يعني من ارتكب في حقه جرم من مواطني الدولة، ان هي تباشر التحقيق في هذا الامر. فالحالة عندنا واضحة ان الجرم تم في مصر، لكن اللي حصل المجني عليه إيطالي. مبدأ الولاية القضائية الشاملة يعطيها الحق إن هي تباشر التحقيقات الكاملة في هذا الأمر، وتحيل إلى المحكمة الداخلية في إيطاليا أو مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية من تثبت بعد التحقيقات أنه ارتكب هذه الجريمة. وبالتالي نحن أمام خطوات متسارعة في هذا الأمر، لأن الجانب الإيطالي أصبح يكذب تكذيبا واضحا ومباشرا وتصريحات رسمية جميع المهازل المضحكة والسرد المضحك لتفصيلات وتحقيقات جوليو ريجيني في مصر. لكن ليس خفيا عن البيان يا أستاذ علاء ان إسرائيل بتضغط وبقوة على إيطاليا والاتحاد الأوروبي. طبعا هناك مصالح يعني قوية، ولكن المشكلة ان النظام المصري جرائمه بقت صعبة جدا، يعني كبيرة داخليا وكبيرة خارجيا، كبيرة كل يوم بيعمل مصيبة كبيرة. الطيارة الروسية، السياح المكسيكيين، جوليو ريجيني، الاختفاء القسري، التعذيب، القتل، الإهمال الطبي، النساء، الأطفال، سيناء، وحتى كبيرة في الهزل زي اختطاف الطيارة مثلا، الحادثة التاريخية. يعني حتى في دي لحد اللي هو يطلع تصريح رسمي من روسيا، يعني حديث مصر عن عودة السياحة والعلاقات الجوية، يعني انسوه بقى، يعني نقفله بقى، يعني خلاص بقى. يعني احنا كنا بنراجع بعد حادثة روسيا في الطيارة بتاعتهم والمقتل اللي تم، احنا كان في مشكله بس احنا احتمال نفتح بعد كده. هو بيقول لهم مباشره يعني نقفله بقى خالص، يعني والمانيا بعديها تاني يوم على طول خلاص بقى، ايطاليا منعت، فيعني بيقول له اقفل خلاص ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني. اكمل مع حضراتكم مع رئيس تحرير جريدة الاهرام محمد عبد الهادي علام، حيث قال: قبل لحظة الحقيقة نناشد الدولة التعامل بجدية تامة مع القضية وتقديم مرتكب الجريمة الى العدالة، والاعلام بشفافية عما تم التوصل اليه من حقائق لا لبس فيها، أو استقالة المقصرين عن المسؤولين مسؤولية مباشرة في تلك الواقعة إنقاذا لسمعة مصر ومكانتها ومصداقيتها دوليا. فمن لا يقدرون خطورة الواقعة على العلاقات الثنائية مع إيطاليا وحالة التحفز في روما يدفعون بالوضع إلى أبواب قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيطاليا في وقت تهدد القضية مستقبل الحكومة الإيطالية نفسها التي أصبحت في مهب الريح بسبب قضية ريجيني، التي يتهم الرأي العام والبرلمان الحكومة بالتخاذل والتواطؤ مع مصر بشأنها. والأمر الآخر فضيحة استقالة وزيرة الصناعة أمس الأول بعد اتهامات تتعلق بمزاعم استغلال النفوذ، مما دفع أحزاب المعارضة الرئيسية في إيطاليا
إلى التصريح بأنها سوف تطلب تصويتا على الثقة بالحكومة، حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينيتزي. وأضاف علام أن عدم فهم بعض المسؤولين قيمة الحقيقة ناهيك عن أولوية حقوق الإنسان في المجتمعات الأوروبية يضع الدولة المصرية في حرج وفي مأزق بالغ الخطورة، كما أن الترويج لروايات جديدة مثل اتهام ريجيني بالضلوع في أنشطة التجسس دون تقديم أدلة قاطعة سيزيد الطين بلة. وهناك من يريد التغطية على أخطاء فردية بالتعامل البارد مع قضايا لا تحتمل الخفة أو التجاهل. أنا بكلمكم على افتتاحية الأهرام الرسمية، يعني مفيش وطنية أكتر من الأهرام بقى يعني. ازود لك حاجه يا استاذ معتز؟ اتفضل. لو نفتكر التصريح، انا من وجهه نظري يعني السبب الرئيسي لعزل احمد الزند التصريح اللي قاله في النص كده محدش خد باله. قال ان مقتل ريجيني تم بالاساليب اللي احنا عارفينها كلنا كده بالنص كده مع احمد موسى او حمدي رزق، حد منهم يعني. قالوا احنا عارفين ان مقتل ريجيني تم حمدي رزق لا، قال تم بالاجراءات اللي احنا كلنا عارفينها والمشاكل اللي احنا عارفينها، وبلاش ننكر هذا الامر. وتقرير التشريح هيطلع حقيقي ومش هنزود، هيطلع حقيقي مش هيتزور. ده السبب الرئيسي من وجهه نظري كتحليل لاقاله احمد، ولا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني تصدرا يعني ده هي جات له على الطبطاب عشان يبقى يكون سبب تاني. اكمل بس رئيس تحرير الاهرام قبل سؤال مهم غاية في الاهميه عايز اتوجه بيه لحضرتك يا استاذ علي. واوضح رئيس تحرير الاهرام يتمسك المسؤولون الايطاليون بضروره ان تقدم مصر ادله وحقائق متماسكه تتعلق بالقضيه. فالروايات الساذجه عن مقتل ريجيني اساءت الى مصر داخليا وخارجيا، وقدمت للبعض مبررات الحكم على ما يجري في البلاد بان شيئا لم يتغير وكاننا في مرحله ما قبل ثوره 25 يناير. وينسى المدافعون عن مواقف متهافتة غير مقنعة في فرط حماسهم أن قضية مقتل خالد سعيد رغم ملابستها لم تمر مثلما ظن البعض في حينه، كما أن الحديث عن دور وسائل الإعلام في تضخيم القضية أو نشر معلومات غير دقيقة ليست الشماعة المناسبة لإقناع الجانب الإيطالي بما هو مطروح عليه. ده حد في الدولة بيقول إن الروايات هزلية. طبعا يعني ده شبه اعتراف رسمي إن الروايات هزلية مش غير جادة، يعني هزلية واصلة لدرجة تحت قوي. السؤال